الرئيس النهارده بالظبط كان 2236 كلمة، ورد فيهم 19 كلمة عن العمال، 7 كلمات ورد فيهم لفظ المستقبل، 10 كلمات كانت تحت عنوان إننا أو إني. يعني كان الرئيس مبارك بياخد على عاتقه إنني أطالب الحكومة والبرلمان، فده بنعتبر إن ده يعني تكليف من الرئيس مبارك للحكومة والبرلمان بكذا. وأقول لكم بكل الصدق أن مراجعة هياكل الأجور لابد أن تعي العلاقة الأساسية بين الأجور والإنتاجية، برضو ده إننا نولي أهمية قصوى لبرامج تدريب عمالنا، إن اهتمامنا بزيادة الأجور يصاحبه اهتمام مماثل بزيادة المعاشات. لكن مش عارف هل العمال كانوا منتظرين حاجة معينة في تلك الظروف اللي البعض بيشوف إنها ظروف كانت قاسية شوية على العمال في مصر بعد الاعتصامات والإضرابات اللي موجودة في بعض الشركات. هسأل الدكتور عمار علي حسن بعد الترحيب بالدكتور، طبعا انت صاحب بيت الله يخليك دايما بتشرفنا. شكرا جزيلا. انت شايف الخطاب من أنهي زاوية؟ والله أنا شايف الجديد في الخطاب نقطتان أساسيتان، اللي هما النقطة الاقتصادية الجديد فيها هو حديث الرئيس عن خطة لتطوير الصادرات تنتهي في 2013، وحديثه عن خطة أخرى لتطوير التعليم المهني وتنتهي في 2014. إلى جانب الشق السياسي في الخطاب وهو الأهم، يفهم من هذا الخطاب وكأنه ملامح برنامج ترشح جديد للرئيس مبارك لدورة أخرى، تمام، أو لفترة رئاسية أخرى. لكن إذا قارنت الخطاب في بنيته المتعلقة بحقوق العمال وأوضاع الاقتصاد لا يختلف على الإطلاق عن الخطاب السابق اللي خطب الرئيس السنة اللي فاتت في مايو، أيضا 8 مايو 2009، واللي أنا طابعه من على موقع الحزب الوطني الديمقراطي. يبقى الجديد في هذه المرة هو الشق السياسي. الرئيس لم يتطرق إلى مسألة كان ينتظر أن يمسها سواء من قريب أو بعيد تتعلق بموضوع قانون الطوارئ. الرئيس هذه المرة وعلى العكس من الخطابات السابقة لم يتطرق إلى أي مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية. كان دايما خطاب عيد العمال يبقى فيه لمحة لتقييم الأوضاع الإقليمية والدولية، كان بيبقى شبيه زي الخطاب الرسمي أمام مجلس الشعب والشورى، الدورة البرلمانية. نعم. الدورة البرلمانية. نعم. بيبقى هو نفس النظام كده. هذه المرة الخطاب هو طبعا خطاب أقصر من خطاب العام الماضي من حيث عدد كلماته، موضوعاته أكثر تحديدا، والخطاب لأول مرة الرئيس مبارك من الزاوية السياسية لأول مرة يتحدث عما يسميه عدم الاستقرار من خلال الحركة السياسية والاجتماعية الموجودة في الشارع، الحراك الموجود. هي دي تاني مرة، يعني إذا اتكلمنا عن الكلمة اللي ألقاها في عيد تحرير سيناء. تمام. كان من المعتاد أيوة. أن الرئيس مبارك منذ أن تولى الحكم وحتى خطاب أو كلمة سيناء أنه لا يشير من قريب أو بعيد تلميحا أو تصريحا إلى مسائل تتعلق بالمعارضة الداخلية. وكانت هذه المسألة متروكة للأجهزة المعنية. حتى في عز حركة كفاية ما كانت تملأ الشارع المصري ضجيجا لم يكن الرئيس يذكرها أو يلمح إليها أو يتحدث عن أي شيء منها فيما يتعلق بتقييمه لها وتقييمه لمسارها. مسألة اختلفت منذ ظهور الدكتور البرادعي على الساحة السياسية. وجدنا أن الرئيس مبارك أصبح معنيا بالرد على خطاب البرادعي، على رؤية البرادعي، على مسلك البرادعي. وهذا بمفهوم المخالفة كما يقول القانونيون، يفهم منه أن الدولة تقدر وجود البرادعي تقديرا مختلفا عن سابقيه من المعارضين، حتى ولو تقدير غير معلن بغض النظر. نعم. يعني دي انت تعلم، يعني مسألة المعارضة ومسألة حركة الشارع متروكة الأجهزة الأمنية على وجه التحديد هي التي تفصل فيها، والرئيس دائما كان مطمئنا إلى أنها قادرة على المواجهة والحسم. تمام. هذه المرة يبدو أن المسألة تحتاج أيضا إلى تدخل سياسي من أعلى سلطة سياسية أو قمة الهرم السياسي المصري وهو الرئيس مبارك. لما يتكلم على في الخطاب بشكل واضح، هناك فقرة
لا يمكن أن يختلف اثنان على أنها تتعلق بالبلدين. لما يقول فيها لا مجال في هذه المرحلة الدقيقة لمن يختلط عليه الفارق الشاسع بين التغيير والفوضى، تمام، وبين التحرك المدروس بس ده برضه نفس المعنى والهرولة غير محسوبة العواقب. قالوا في سينا برضه نفس المعنى. نعم نعم، لكن هذه المرة بطريقة أكثر حدة وتحديدا. أو لمن يتجاهل من اعتمده الشعب، ما اعتمده الشعب من تعديلات دستورية منذ عام 2005 وما يتعين أن يتوافر للدساتير من ثبات ورسوخ واستقرار. وفي هذا رد بالرفض، رد غير مباشر بالرفض على المطالبة بتعديل الدستور. واضح. السيد جمال مبارك قالها قبل كده انه ما فيش تعديلات دستوريه قبل الانتخابات. لا، السيد جمال مبارك غير رئيس. يعني معلش، يعني ما هو ده برضه ايه، يعني احنا بنستشف. لكن في كتاب كبار جدا وحتى في الاهرام والاخبار ناس بتكتب في صحف قوميه اقصد انهم برضو بيطالبوا باحترام شديد جدا الرئيس مبارك انه ينظر الى تعديل الدستور، ينظر الى الوضع القائم، ينظر الى الحركه. هو لم يكن يجيب على هذه الطلبات حتى هذه اللحظه بطريقه غير مباشره. نعم، في هذه المره اجاب بطريقه غير مباشره انه يرفض تعديل الدستور. ربما يراجع الرئيس نفسه كما حدث في 2005 لما وصف الدعوه الى تعديل الدستور بانها دعوه باطله، ثم فاجأ الجميع في خطابه الشهير في مدرسه المساعي المشكوره واعلن تعديل الماده 76 ده في فبراير 2005. الحاجه الثانيه اللي الرئيس اعاد التاكيد عليها في الخطاب وهي جديره بالاهتمام، انه للمره الثانيه ينسب الحراك السياسي والاجتماعي الموجود الآن على الساحة المصرية إلى نفسه، بمعنى أن هذا الحراك كان من صنع يد الرئيس حين سمح بتعديل المادة 76. وهذا يؤكد ما يقال دائما على أن الحرية التي نعيشها في مصر هي حرية عرفية وليست حرية يحميها القانون. هي حرية عرفية من أن الرئيس مبارك تارك هامش لحرية التعبير، ومعروف في العلم وفي التاريخ وفي معطيات إنسانية وفي الخبرة البشرية أن من يمنح يمنع ومن يعطي يأخذ. طب أنت تتفق معي أنه الحكومة أو الدولة إن لم ترد إصلاحا فلن يكون هناك إصلاح، وإن لم ترد تعديلا فلن يكون هناك تعديل، وإن لم ترد حراكا فلن يكون هناك حراكا؟ لا، هي في أكثر من زاوية. يعني بنسبة كام الحكومة هي المسؤولة عن تعديل أي شيء أو تغيير أي شيء في ظل شعب غايب عن صناعة القانون؟ ما بقول لك، في ظل شعب مشاركته السياسية ضعيفة، البعض يطالب بالتغيير من أعلى. لكن لما يبقى الشعب حاضر طبعا التغيير من أسفل هو الأفضل. تمام، لأنه تغيير بإرادة الناس، الشعب طبعا، بإرادة الجماهير، شعبية طبعا، تغيير أكثر ديمومة ولا يحمل نوع من التحايل، وتغيير مباشر وسريع وناجز. لكن التغيير من أعلى دائما يكون في لحظة تحايل، لحظة التفاف، لحظة استعراض أحيانا، وبالتالي أنا لا أعتبره تغيير، خاصة في دول العالم الثالث. مش تغيير لأن هو يعني تعديل يعني. لا، ما احنا شفنا يا أستاذ جابر، يعني الدولة تسامحت مع المظاهرات في فترة من الفترات لما كان هناك ضغط خارجي. لما خف هذا الضغط قل التسامح، وصلنا زي ما حضرتك كنت بتقول قبل الفاصل إلى نائب الرصاص. وأنا أعتقد أن ما قاله نشأة القصاص ليس من بنات أفكاري، إنما هي كانت بالون اختبار، لكن ردود الأفعال القوية عليها في الداخل والخارج جعلت الجميع يتنصل منه ويتركونه وحيدا إلى أن حموه بطريقة ما. أنا أعتقد أنها كانت اختبار، ولو مرت أنت واخد بالك ممكن ما يبقاش رصاص حي، بس على الأقل يبقى رصاص مطاطي. لا يعني في وجهة نظرك طبعا. المرحلة الأولى الرئيس أيضا هنا بيقصي مشروع التغيير الملتف حول البلدين إقصاء تاما في جملة واضحة لما بيقول: وأقول لمن يرفعون الشعارات ويكتفون بالمزايدة إن ذلك لا يكفي لكسب ثقة الناخبين. هو بيطالبوا بتقديم برنامج يتعامل فيه مع المشكلات الموجودة. بس ده صحيح، بس الدكتور البرادعي شايف حاجتين حسب تحليل خطابه، إن تقديم البرنامج في هذه اللحظة قد لا يكون مفيدا للإجماع اللي حواليه من فئات المعارضة وهي من شتى ألوان الطيف السياسي، وإن القصة ليست برامج، القصة إرادة سياسية، وإن مصر لم تعدم في أي لحظة من لحظات حياتها عن وجود برامج مركونة على الأرفف. انت لو طلعت
ما تكتبه المجالس القومية المتخصصة طبعا من تقارير غاية في لا الدقة طبعا. ودراسات غاية في الأهمية طبعا. وهي تابعة للرئيس مباشرة. أنت واخد بالك؟ صحيح. وكثير منها لا يطبق. لو تابعت مثلا أطروحات الماجستير والدكتوراه، لو تابعت جهد المجتمع المجلس المدني، القومي لحقوق الإنسان طبعا حاجة. لو تابعت المجلس القومي حضرتك لحقوق الإنسان طالب بالطوارئ تتشال، وطالب بتعديل الدستور، وطالب واكثر من مسؤول في مجلس القومي لحقوق الانسان. لا ومش كده يا استاذ جابر، ده انا بتكلم على القضايا التفصيليه الخاصه، كيف نطور الزراعه، كيف نطور الري، كيف نطور حتى الميكنه، كيف نصنع فلاحا قادرا على انتاج افضل.